الاسبوع ده بقى مش الاسبوع ده يعني، هو بصراحه الموضوع بقى له سنه او سنتين. بص هو من زمان بصراحه. ما ينفعش مباراه ما بين مصر والمغرب وتعدي كده بلا دراما وبلا اثاره وبلا حرق الدم، ولازم تجيب كوبايه شاي وتقعد على اعصابك. قالوا زمان قبل اي حاجه وبكل روح رياضيه ومن القلب والله مبروك للمنتخب المغربي. خليك الى شتيهم سولوا فينا وديما المغرب يا سيدي كمان مفيش اي مشكله. عارفهم حاجتهم فينا. المنتخب المغربي هو كان افضل فريق في البطوله وافضل هجوم في البطوله في 5 مباريات، جايب 12 هدف. العرب بصفه عامه عنا النفاق. العرب بصفه عامه قالوا في ظهري كتير كلام ولسه ما عملتش قلق. يا جماعه انا بطلت اشك، لكن اللي اصطادوا زي الحمام. كده كان عندهم المدرب بتاعهم اللي اسمه تقريبا عصام الشرعي. اعلموا معنى الادب. جوادين ازدادوا كثروا. ودنا على الغدر يا امي. انا ما اعرفش اذا كان جه بطريقه شرعيه ولا جه ازاي، وراح نضل ناكل كفوف من اولادين الحرام. عديت بمزاجي عشان اصيل. مكانتي العالمية ما تسمح لي اني يعني ننزل لاي مستوى اخر، وشكرا. لكن وقت الجد لا هيفرق صغير ولا كبير. خلصت. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. العرب بصفه عامه ولكن عصام الشرعي ده تقريبا كده في التدريبات كان بيقول لهم كل واحد يدبر راسه ويدير كيما يبغى، المهم ان احنا نماركه. طب نلعب ازاي يا عم عصام؟ العبوا بقى كل واحد يتكل على نفسه. فما شكون يقول انه يتمنى المغرب عكس المنتخب المصري اللي المفروض كلنا نرفع له قبعه ونديله احلى تحيه من العاصمه القاهره، ولكن في قلبه ماذا به لا. ولكن اتفاجئ في الاخر الاقي المنتخب المغربي بيحشيها لي، في الاخر بتحشوها لنا لانه فما حست فما غيره. لكن النهارده المنتخب المصري قدم ملحمه كرويه بشهاده المشجع المغربي قبل المشجع المصري. محمود صابر سجل جون عالمي، جون عالمي في الدقيقه 9 من بدايه المباراه، في الدقيقه 17 ولا 16 داخل على الكره وقاطع الكوره، رجل الثاني هنا ما هواش داخل في صبت رجله مثلا، ضارب متعمد يديله كارت احمر. الحمد لله الحمد لله يا زلزولي. اتمنى من الله ان ما يكونش الناس بتاع برشلونه تكون بتتفرج على هذه البطوله او على المباراه النهائيه، لان تقريبا الزلزولي النهارده كان مطبق على فيديوهات نيمار مش في اللعب، في التمثيل. لسانك عاشق الكلام، قطع عينك تبع رجلينا، هضرتك خومه سويه الطقرام، حسن غيزي نشوف هنينا، كنقول لا فيريتي سميني ستار. كل شويه عمال يقع، كل شويه عايز يلبس انذار، عايز يلبس طرد وبتاع. واخا القراب داروا علينا ما كنقدروش اللي مكان اللي بسطام، كنقدروا ليه قالها فينا الزينه، بحري غارق دماي لانه حكم مالوش في الكوره وما يفهمش في الكوره. غنشربكم ماء في البلايه، لا بكيتي غنعطيك الهايه، بربي وزعمتي تلبسوك الصايه، عندي الطرفه الحايه، لا عصيتي غنطلبوا الهدايه، لا تبتي غنهدوك الصلايه، تيق في راسك بلا زين بلا مرايه. والمطلوب هو انهاء هذه المباراه بشكل يعني ايه؟ اجي غير قول مالك مالك، اجي غير قول كلشي ديالك، هادشي خور احنا سيادك باش تكون كيفنا ما هو فالك. وزي ما قال عصام الشوالي مش معقول المصريين هيرجعوا بالكاس مرتين في شهر واحد. لا عندك بوسي غيتك باغي دوسي، بلا ما تسطاجي غادي يقول لك دوسي، بلا كنت تكرشو في حرقه شونزي، بلادي كلشي باغي العقد فوزي. نهار اللي يفقد المغرب هذيك العبقريه ديالو الخاصه. في كل الاحوال ادى المنتخب الاولمبي المصري مباراه طيبه ورائعه امام الفريق المغربي الشقيق. غادي يرجع جسر، غادي يرجع قنطره فقط تدوز عليه. هو ازاي اللي حصل ده يا جدعان؟ احنا واقفين 6 ولا 7 واقفين في الحيطه، و3 بس اللي واقفين جوه المنطقه، و4 من لعيبه المغرب واقفين بره على الحدود، و3 جوه المنطقه. ايه يا جماعه الهبل ده؟ ليش تدوي على اخونا؟ كلنا الاول كنا ما بنعرفش يا حسن. اللقب الاول جابوني، واللقب الثاني نيجيري، والتاج الثالث مصري، والكاس الرابعه مغربيه. واش امك انت؟ مبروك للاسود، هاردك للمنتخب المصري. لكن اللي عايز يتعلم بيتعلم. حسيتي بالشمتة في هادي والشي الاخر لا. خلع شي بلاد لسه تقيد المنتخب ديال بلادنا. دابا حنا واللي ما يمشيش مع الزمن. فاذا احنا بقينا هكذا غادي نصيروا جسر يمشي عليه الزمن ويدوسه نتاع البلاستيك، ما يمكن اللي داز علينا
او رجع لنا ما نكتسبوا منه ما يكتسب منه. Wow, unbelievable. Maryam Alami is just flying. Pulling shots out of it. She is just unbelievable. يلا نمشيو للاستوديو مع طارق الحماد. مبروك يوسف شيبو، هارد لك كابتن هيثم. والأولمبي المصري. دايما دموع لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم. I'm the bad guy. وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. موعدنا باريس. كل له نية في بغض صاحبه، فالحمد لله نقليكم وتقلونا. قفلت الدكان. Motherfucker. The fucker. Friend fucker. See the fucker.